يلا داخلين على ميدان التحرير في جمعة التطهير. بس عايزين نصور جوه بقى. جرافيتيز على الحيطة. جمعة النظام. جمعة النظام. ايوه يا عم خش صور جوه. شوف البلاوي بس يا عم مؤاخذة. في بس يا عم مالك يا عم؟ شوف البلاوي اللي جوه. في مالك؟ خربتوها خلاص باظ. ايه اللي حصل جوه؟ ماسك هتغزفوا عقبهم كلهم. عقبهم واحد واحد. استنى عايز ايه؟ استنى، ايه متضايق من ايه؟ كل جوه تقول بص كانوا بعدين دلوقتي بيسموا في حسن مبارك ولا حسن مبارك وحش ومش عارف ايه. حسن مبارك ده كان 100 عمل ايه وحش؟ عندك افتكر كده الحرب انت مش كنت موجود ولا انا كنت موجود. ماسك في الحرب بتاعت 73 ماسك لما ضرب اليهود وطلع بالطياره زعلهم كلهم. مين هو يا عم حسني مبارك طلع وزعلهم كلهم مفيش حد عرف يتكلم قدامه. عايز يدعي عليه حاجه. السلام عليكم. ده بركات اتفضل. ماشي انا عملك دي وخد عندك بقى بيقول لك دلوقتي عايزين يعدموه. يعدموه عيب عليك. انت سواء ترضى ابوك حد يكلمه كلمه وحشه وراجل كبير ترضى؟ ما هو ده مش ابوك يا ابني. هو مش عشان ابوه. طب ما عند ابويا ممكن حد شويه ولا يوم جمعه عند البيت يقول لك عايزين نعدم ابوك عشانهم يعدموه. ليه ابوك عمل ايه بس؟ ده انا موته بايديهم مش حد يعدمه. ماشي بيقولوا بقى عايزين يعدموه. طب ليه يا عم؟ دخلت اسالهم بقى طب ليه عايزين تعدموه؟ ماشي يقول لك ايه؟ عشان خرب البلد. مش خربها يا عم خالص، ده هو اللي ظبطها. ليه بقى؟ ظبطها ازاي؟ هقول لك انت بتقولوا اللي افتكر وانا صغير كان التلفزيون كان بيجيب لك ايه؟ تمام؟ مازنجر عارفه؟ هو بتاع حمرا كده وعامل كده مطلع نار وضرب اللي قدامه هو افروديت. ماشي كان بيخليك تفهم ايه بقى لما تكبر؟ ان انت لازم تكون قوي. مش هتطلع نار من صدرك بس لازم تكون قوي. وكابتن ماجد بقى. وكابتن ماجد ما كنتش هقولها من المصحف. كابتن ماجد بقى قعدنا نتفرج عليه فهمنا يعني ايه كوره. ماشي خدنا بيها ايه؟ عمالين ناخد افريقيا اهو مفيش حد يعرف يغلبنا. كل مره ناخدها احنا، كل مره ناخدها احنا، هنا ناخدها وبره ناخدها. ماشي وتقول لي على الشغل بقى لا عمل حاجات كتير قوي في الشغل زي الفل. عمل لك ايه؟ الخبائر الكتيره اللي اتعملت دي انت مش فاهمين يعني ايه كوبري. هو الكوبري عربيه بتجري عليه وخلاص. انت اهبل. الكوبري ده اتفضل فهمني بقى يعني في ناس كتير اشتغلت عليه صح اللي بنوه. فاهم برضه محاره اشتغل بتاع الحديد ماشي عمل اسفلت ادي حاجه. وبعد ما خلص بقى الناس قعدت في البيت لا في جت عيال تبيع ورد وتبيع فل ادي حاجه. وفي واحد تاني يقف يبيع حمص سام وبعد زي الفل والناس كلها شغاله. اهو ماشي ايه اللي حصل؟ اهو بص الطيارات عماله تلف حواليك وهم في حد بيقدر يروح يشغل كلهم صايعين. مفيش حد فيهم بيروح يشغل ولا اي حاجه. قاعدين في بيوتهم بيعملوا حاجه اهو ينزل يقول لك اقتلوه. طب ماشي ما هو قاعد هناك اهو اركب اي عربيه وبس يكون معاك فلوسها بس اركب سفلقه وروح اقتله على ابوك كلكم. ابوك عايز ايه؟ تعالى هو عمل ايه تاني؟ طب حلو يا عم عمل لك التاكسي الابيض كان اول تاكسي اسود بس كده وشكله رخم. بص ده التاكسي بقى ابيض كده شكله حلو وتركب جوه بقى تلاقي عنده تسجيل وبتاع جديده وعفش سليم بقى. عمل حاجات كتير. وبعدين فيها ايه لما ابنه كان بيقعد يساعده. هو انت طب قال له اصل ابوك قال لك انزل مكان افتح المحل والله خلي بالك من حاجه ومش تروح. يقول لك انت عارف بتتكلم ومش ربيت. انا ما هو ابنه وبعدين هو سرق ماشي يا عم سرق. انت كنت جعان يوم هو مشي بس كان عندك اكل في البيت؟ انا كان عندي اكل في البيت. انت عشان بشتغل يا عم. لكن انت كنت قاعد في البيت عشان كده مش فاهمك مش كان عندك اكل. انت بتشتغل ايه؟ انا بشتغل نقاش. واسمك ايه؟ لا انت مالك باسمي؟ نعرف بقى انت عارف. لا يا عم ما انت عشان معاهم جوه. انت من مصر هنا؟ من القاهره؟ اه يا عم من القاهره يا عم. ما الفلاح زيك. طب ليه الغلط ده؟ خلاص وانت بتتكلم القاهره انت بتصور مضاد ايه؟ بتصور مضاد. لا انا مش سيدة زينب. اما كمان راجل الثوره المضاده دي بقى. ابوكوا بقى بجد. اه يا عم. يا عم